السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، ربنا يملى حياتكم كده بالصحة والخير والبركة والنشاط يا رب دايما. بصوا بقى المفاجأة اللي انا عملتها، فاجئتكم وفاجئت الجميع. انا سافرت البلد، سافرت الصعيد. عايزة اقول لكم ان الدنيا كلها كانت عارفة ان انا هسافر يوم 20، بس خدعتكم وخدعت الناس كلها وسافرت يوم 18. كان لازم كده المفاجأة تبقى كده ايه، من العيار التقيل. في ناس بالنسبة لها كانت خبطة على الدماغ، وناس بالنسبة لها كانت حلوة. فاحنا بصوا كنا خلاص داخلين كده على البلد، مصورتش الطريق من اولها. قلت لا هصور هصور مدخل البلد كده وانا داخله. احنا كنا دخلنا كده على المركز، يعني على المركز بتاعنا من بره كده. فحبيت ان انا الصراحه اخد كده يعني كم حته كده معايا كده على الطريق وانا ماشيه. هنخلص كده من الطريق، بصوا الناحيه التانية كان البحر، واد يوسف كان قاعد من قدام ومريم كانت جنبينا من ورا. ووصلنا ودخلنا البيت، وكانت الصدمه والمفاجاه اللي وقعت على دماغي زي ما انتم شايفين، كالعاده 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 مفيش جديد. بصوا والله العظيم، يعني عايزه اقول لكم انا بصيت كده في المنظر، يعني بصيت في المنظر مش عارفه، مش لاقيه تفسير الصراحه. بس انتوا هتشوفوا كده المكان معايا وهتشوفوا البيت معايا. انا ما كانش ينفع ان انا اصور واحنا بنعمل في الشقه وكده، بوضب فيها او بظبط فيها او بمسح او بغسل او، لان انتوا زي ما انتم شايفين الوضع صعب جدا جدا جدا. ما ينفعش فيه ان حد ينفع يصور، ما فيش وقت قدامي. مش مفيش وقت، يعني عايزة انجز. شايفين الحاجة قدامكم عاملة ازاي؟ والمكان كله ضايع، السجاد مش باين، الفرش بتاع الكنب مش باين، المكان كله بصوا متبهدل، كله تراب تراب. دي كانت اوضه العيال وكده برضو. هفتح لكم البلكونات، عايزه اقول لكم البلكونات كانت متدمره، متدمره ومتبهدله. بصوا شايفين التراب في الارض. انا ما صورتش نفسي، انا كان كل اللي يفرق عندي ان انا اوريكم بقى اللي كان موجود في الشقه ايه. شفتوا انا كنت اشتريت حاجات وعملت حسابي في حاجات، وكنت خايفه من ايه لان انا عارفه ان انا هلاقي كده. بصوا هوريكم برضو الاوضه بتاعتي واللي انا شفته فيها. بص انا داخله كده على الاوضه بتاعتي اهي. عايزه اقول لكم ان انا عايزه اقول لكم الحاجه، الفرشه اللي كانت مفروشه نفسها في الارض دي، انا فرشه اللي هي الحصر البلاستيك، لاني انا الصراحه ما بحبش السجاد في الصعيد. الصعيد بالذات انا ما بحبش السجاد، فيها سجاده واحده بس اللي انا اتجوزت بيها، اللي هي الصراحه اللي كانت موجوده بره. عايزه اقول لكم ان الحصر نفسها انا لقيتها دابت، الدواليب مش باينه من التراب. شفتوا التراب؟ شفتوا بقى؟ تراب 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 بطريقه غبيه. مفرش السرير، عايزه اقول لكم السقف الحاجات البيضه متعرفوش من الحر ولا ايه. بصوا كل يعني حاجات من البياض بتاع السقف وكده نزلت كتير على السرير وعلى الارض، كانت ملياه. البلكونات كانت متعبيه. بصوا مفيش خرم ابره في الشقه، المكان متدمر. بس المفاجأة بقى بالنسبة لي ان انا رحت لقيت البلكونة بالازاز او بالشيش بتاعها مفتوحة الاتنين كده، يعني قلبا وقالبا. يعني تعالى يا تراب، وتعالى يا قرف بالاحضان، تعالى بقى تعالى نحضنك. بصوا الحيطان بتاعت البلكونات كانت كلها الهلوس والتراب والبلاوي الزرقاء اللي كانت فيها. هنا كانت الست مريم بتستكشف، كانت خارجة قدامي كده في البلكونة شغالة بقى. بصوا الأرضية كانت متعبية متعبية، يعني أنا قعدت. بصوا عايزة أقول لكم كل ما أشرح لكم مش هتحسوا باللي أنا شفته، مش هتحسوا باللي أنا شفته في الشقة، مش هتحسوا بيه. اتضايقت بقى ليه؟ لأني أنا لما سافرت للحاجة الله يرحمها، لما كانت تعبانة في شهر 10 كنا هناك وكنا مسحنا ومنفضينها. فمن شهر 10 للي احنا فيه ده، يعني ده دمار دمار. الحيطان دي مش باينه اصلا من التراب، عامل هلوس وعامل حاجات كده فيها. بص ورق الشجر. طب اكياس الشيبسي دي بقى جت منين؟ انا نفسي اعرف اكياس الشيبسي دي جت من ورق الشجر، نقول وقع من الشجر. بصوا يا بنات، انا شقتي زي ما انتم شايفين على الشارع الرئيسي نفسه من بره اهو. انتم يمكن اول مره تشوفوها، انا ما صورتش فيها قبل عن كده خالص ولا عملتش فيها روتينات، يمكن اول مره تشوفوها. فانا جبت لكم الشارع، بصوا الشارع من بره اهو. بصوا على الشارع، على الشارع مباشرة. فعلشان كده كل حاجة فيها متطربة وكل حاجة فيها متبهدلة.
بصوا البيت الجديد برضو بتاعنا، بصوا التراب فيه من جوه عامل ازاي اهو، شايفين لو انا مقصينا الشجر ده كنت زماني لقيت الشجر مبهدل الدنيا. ده كان قبل الترويق وقبل المسح وقبل التظبيطات. تعالوا نشوفه بقى بعد اللي احنا شفناه ورجعنا من اول باب الشقة تاني. تعالوا اوريكم بقى، شفتوا الفرق بقى؟ شفتوا هنا السيراميكا كان لونها ايه وبقت ايه؟ ده هنا المطبخ والحمام مع بعضيهم جوه اهم. انا عايزه اوريكم بس الحاجه الحمد لله رب العالمين لمعت كانت مطفيه، هي ما كانتش ظاهره اصلا، يعني السيراميك والحاجات الفرشه اللي انا فرشاها في الارض بصوا ما كانتش ظاهره من التراب. بصوا بقى دي كرتونه من الكراتين اللي انا كنت شايله فيها مواعين وكده، اللي انا جايبها معايا من هناك اللي انا قلت لكم عليها. وكانت في كرتونه تانية فيها الحاجات بتاعه الخزين وسلك المواعين والحاجات الحاجات اللي احنا احتاجناها خرجناها، والحاجات اللي لسه فيها اطقم الحلل والكلام ده كله والصواني دي لسه ما خرجتهاش، لاني هتقعد في المطبخ بتاع البيت الجديد في الارض تحت، يعني في البيت التاني. الشقه دي او المكان ده بصوا عايزه اقول لكم ان انا ما جددتش اي حاجه فيها نهائي. بصوا السجاده ما اتغسلت نورت ازاي، فرش الكنبه ما اتغسل نور ازاي. الفرش ده والحاجه دي بتاعت 20 سنه يا بنات عشان تبقوا عارفين. السجاده، فرش الكنب انا ما جددتش اي حاجه نهائي فيها. الحاجه اللي موجوده فيها دي من 20 سنه، يعني لو حسبنا هيكون كمان من 21 سنه. فبصوا يعني الحاجه اللي فيها دي انا بحبها، يعني حتى لو هم عايزه اقول لكم شويه كراكيب كده ملهمش لازمه، بس هم غاليين عليه وانا بحبهم. الشنطه دي اللي فيها الهدوم المكويه نكويه. بصوا كل سنه انا بكوي دايما الحاجه بتاعت زي ما بقعد 15 يوم 22 يوم على قد ما انا بقعد، سواء في الهدوم بتاعت البيت عايزه تتكوي او في هدوم الخروج ببقى كوياها وشايلاها، ما بحبش اودي واجيب الصراحه، بتبقى موجوده عندي. بس بصوا البلكونه بقى، البلكونه بقى اللي احنا دخلناها ولقينا فيها القرف والبلاوي الزرقاء اللي احنا شفناها مع بعض وورق الشجر وكيس الشيبسي. بصوا بقى الحيطان اتغسلت لزق. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي ما ينفعش كان معاها مسح، كان استحاله يمشي فيها المسح، يعني احنا كنسنا كده عشان التراب. يعني حتى بصوا الترابايه نفسها تحسوها يعني معموله بسمنه معموله بزيت، لازقه، بتبقى لازقه في الحاجه، يعني تتحكي عليها ان هي بتبقى لازقه في الحيطان ولازقه على الفرش ولازقه على الحاجه. فالحمد لله يعني صدقنا ما خلصنا كنسناها كده. وبصوا هنا علي الصراحه اتبرع بقى وقام بالدور في الموضوع تحت هنا الصراحه، كنس ونفض وكده وغسل بالخرطوم هو واتنين من عيال عمه وكده تحت يعني. الصراحه ظبطوا المكان تحت، واحنا اشتغلنا فوق في الشقه. مسكناها بقى ايه بعد ما كنسناها كنسه كده كويسه ومحترمه، فتحنا بقى الخرطوم. بصوا بقى مش عايزه اقول لكم لا ابواب بقى ولا شبابيك ولا دواليب يلا يا ولا بنت. تسريحات ولا اي حاجه، كله اتغسل، يعني كله غسلناه. كانش ينفع تنفيض وما كانش ينفع الكلام ده، احنا كالعاده احنا بنعمل كده الصراحه. بصوا عايزه اقول لكم ان مكان كنا بنغسل فيه العصر والحاجه ماشي، ومكان الغسيل الهدوم. بصوا ملايات السرير اهي اللي انا مطبقاها على جنب ده كله كده اتغسل، مفيش الا مفرشين كنت جايباهم المره دي معايا، ده كله كده اتغسل. الحافات والحاجات اللي هي التانية اللي انا مطبقاها دي جوه الحمد لله، الهدوم طبقناها وحطيناها. غسلنا الحاجات دي، اي نعم الحاجه دي ابتدت تتبهدل وتتكسر من الحراره وابتدت تتقطع كلها، بس بامر الله بقى اجيب لهم جديد بامر الله يعني. فضينا شنطنا وطبقنا دواليبنا والحمد لله، وانجزنا فيها انجاز يستاهل مليون لايك. انا هو بقول لكم يستاهل ولا ما يستاهلش، عايزاكم تقولوا لي بقى. شفتوا بقى مدخل البيت واحنا داخلين مدخل الشقه، بصوا عكس ما انتم شايفين قدامكم كده زي ما انتم شايفين اهو. بصوا بقول لكم ما تنسونيش باللايك اهو. ده كان فيديو النهارده، يا ريت يكون عجبكم. استودعكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.